من سنين مش قليلة كان في محل في نص شارع هادي في منطقة شعبية. محل واسع ومساحته تشرح القلب، بس رغم كده عمره ما اتأجر. كل ما حد يجي يشوفه يدخل يلف ويعجب بالمكان وبعدها ما يرجعش تاني. مش بس ما يرجعش، لأ، ولا حتى يرد على مكالمة من صاحب المحل تاني. وأصحاب المحل عم نادر واخوه عم حسن اتعودوا على الوضع. في الأول كانوا بيقولوا نصيب، يمكن الزباين مش لاقيين اللي يناسبهم، بس مع الوقت بقى في سؤال محدش قادر يجاوبه: ليه كل الناس اللي بتدخل المحل بيكونوا مبسوطين في البداية وبتطلع منه مرعوبة؟ في يوم من الأيام بعد المغرب بشوية كان عم نادر واقف بيقفل باب المحل اللي جنبه. فجأة شاف ست كبيرة ماشية على مهلها خالص، لابسة جلابية سودا بس هدومها شبه موديلات زمان. وشها كان هادي لدرجة تخوف، ما فيهوش أي تعبير ولا حتى بترمش. وقفت قدام المحل وبصوت واطي جدا قالت: المحل ده للإيجار يا ابني؟ عم نادر اتكهرب، قال لنفسه: غريبة، أول مرة حد يجي من نفسه يعني. قال لها: أيوة يا حاجة، اتفضلي شوفيه. ومن غير ما تبص عليه دخلت، بس دخلت بخطوة واحدة كأنها عارفة المكان وحافظاه كويس. وقفت في نص المحل وبصت يمين وشمال، مفيش دقيقة وقالت: المحل ده عاجبني، خلاص هاخده. عم نادر اتوتر: طب خدي وقتك وشوفي المحل كويس واعرفي السعر، مش يمكن قطعته، الفلوس هتدفع وزيادة كمان ومن غير فصال. بصت له بنظرة مريبة، كأن عينيها مش متثبتة عليه، لأ، كأنها بتعدي من خلاله. وطلعت رزمة فلوس، نوع الفلوس، نوع من اللي مبقاش موجود، مبقاش بيطبع من سنين أصلا. قال لها حسن بخوف: طيب نكتب العقد ونديك الإيصال؟ قالت بنبرة ثابتة: مش محتاجة لا إيصال ولا عقد ولا أي حاجة، المهم المحل يبقى مقفول بعد العشاء. مضت العقد وخرجت من غير ما تاخد نسخة ولا حتى تسأل على رقمهم ولا تقول هترجع امتى حتى. وبمنتهى الرقة اختفت في أول الشارع. في نفس الليلة بعد ما قفلوا الباب عم نادر قال: حسن، لاحظت حاجة؟ قال له: ايه؟ الست ما خدتش نسخة العقد ولا طلبت رقم التليفون ولا أخدت المفاتيح. حسن ضحك بتوتر: يا عم اسكت بقى، هي شكلها ست غنية ومش فارق معاها. لكن نادر كان قلبه مقبوض وقال جملة ما خرجتش من دماغ حسن طول عمره: يا حسن، الست دي غريبة. بعد 3 أيام المفروض الست تيجي تستلم المحل، لكن ما جاتش ولا ظهرت ولا حد شافها. فقرروا يسألوا جيران المنطقة عنها لحد ما وصلوا الراجل عجوز قاعد قدام بيته وقال لهم: اوصفولي الست دي كده. ولما وصفوها الراجل وشه اسود ووقف ببطء ومسح على لحيته كده وقال: انتوا بتهزروا صح؟ قالوا له: ليه يا حاج؟ دي الست نعيمة، كانت صاحبة المحل من 40 سنة. سكت لحظات وبعدين قال أهم جملة في حياته: بس الست نعيمة ماتت من 30 سنة. عم نادر ضحك ضحكة عصبية وقال: طب ماتت ازاي؟ الراجل اتنهد وقال: واحد من ولاد الحرام حاول يسرقها وهي جوه المحل، ضربها وماتت لوحدها جوه ومحدش لحقها. وبصلهم بخوف. من يومها مفيش مستأجر قعد فيه اكتر من ليلة واحدة بس. كل اللي دخل خرج يجري ومرجعش تاني. في الليلة دي قرر نادر وحسن يروحوا المحل بعد العشاء يشوفوا اذا كان في حاجة غريبة ولا لا. بس اول ما دخلوا لقوا ريحة بخور قريبة منهم جدا، بس كانت ريحة بخور قديمة. وفجأة باب المحل اتقفل من نفسه والإضاءة هديت جدا، وملمس الهوا
بقى تقيل زي ما يكون في حد واقف معاهم. وبصوت ناعم قريب قوي منهم جالهم صوت الست دي: المحل ده ليا. والنور طفى، وحسن حس ان حد بيعدي جنبه، حد مش ماشي، لأ، ده حد كأنه بيسحب نفسه. ونادر شاف على الحيطة ظل شبه ست طويل ومكسر، عامل زي اللي واقف جسمه ثابت بس رجليه مش بتتحرك. وبعدها حاجة خبطت الباب من جوه خبط جامد، كأن حد محبوس وبيحاول يخرج. نادر فتح الباب بسرعة وجريوا هما الاتنين برا، ولما بصوا وراهم شافوا الست نفسها واقفة جوه المحل ووشها باصص عليهم، بس من غير اي ملامح ولا عينين، زي تمثال واقف مستني قبل ما يقفل الباب. سمعوا صوتها بتقول: ما تأجروش المحل من بعدي. بعد أسابيع العقد اختفى والفلوس اختفت، والمحل محدش قرب منه تاني نهائي. لحد النهاردة المحل ده لسه فاضي، ولو سألت أهل المنطقة هيقولولك ده محل الست نعيمة.